عاملين ايه؟ وحشتونا. وحشتونا جدا، وبقالنا فتره ما بنتخانقش على الاكل. بالظبط. الغدا بتاعنا النهارده احنا عملنا طاجن جمبري، وهنعمل جنبيه رز ايه؟ ابيض. عملنا طاجن جمبري، عملناه السمك لان سمك مع جمبري اوفر قوي بصراحه، يعني مش عايزه اقول لك. بصوا اصلا الجمال. عاوزه تقلب الطاجن. لا 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 لا، هو بصوا، هو احنا ده انا اللي هتقلب جوه. جمال بجد والله. ندوق. خلوا بالكم احنا بناكل والله باليمين، بناكل صحيح دي صحيح. ايدينا دي اليمين مش الشمال، عشان احنا بنصور بالكاميرا، والكاميرا بتبقى الاماميه معكوسه. خلاص، فدي اليمين والله. لو ندوق رهيب. طعمها حلو. دوق الجمبريه معاهم شويه رز ابيض. وجبه سهله وسريعه. تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. معانا بقى نص كيلو جمبري متقشر، وشايلين طبعا الظهر وسايبين الديل. لو عايزين الشكل كمان احلى من كده تسيبوا الديل اللي هو بقشره، وشيلنا السلسله بتاعه الرمل اللي بتبقى في الظهر من ورا. معايا فلفل الوان مقطع شرايح، اخضر واحمر واصفر، شرايح من البصل، طماطم مكعبات او شيري توميتو من اللي عندكم. التتبيل بتاعتنا هتبقى عباره عن توم، كام فص توم، فلفلايه مقطعه مكعبات، ومعانا كزبره وعصير ليمون، كمون، بابريكا، كركم، كاري، وملح، وفلفل اسود. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعمل بقى التتبيله. هننزل بالثوم على الكزبره على الفلفل ونضربهم في الكبه، مع بقى ايه بقى كل التوابل، مع الكركم والملح والكاري، بابريكا. ممكن نجيب معلقه او ممكن بالشوكه. طبعا في توم مفروم، يعني ما ننساش ان التوم اساسي. لو عندكم توم مفروم اللي هو متخزن مفيش مشكله، احنا حاطينها فصوص من التوم والملح. فلفل اسود وملح. فلفل اسود وملح. نغني بقى ونبدا نضرب. لا، هيعصر الليمونه الاول. عندكم بقى عصير ليمون مفرزينونه اللي هو المكعبات بتاعه الفريزر، مفيش مشكله. نعصر كده الليمونه كويس. ما ننساش معلقه الخل مع شويه من الميه. اضرب بقى كل الكلام ده. بقى التتبيل، يا سلام على الريحه. بصوا بقى لما تنزل كده. احمد هياكل الجمبري ني. في ناس انا يعني اسمع ان هو بيتاكل ني، وفي ناس اصلا بتاكله ني، بتعصروا عليه كده. لو هو فريش تعصروا عليه ليمون. في جمبري بيبقى مع يعني زي ما يكون بتخلل في الصويا صوص، بس ده اكيد برضو اسيوي، يعني مش عندنا احنا هنا. جريلا او طاسه او صينيه، نحط شويه من الزيت والشرايح البصل، نقلبهم، نشوح شرايح البصل كده لحد ما تدبل سنه. احط بقى ايه شرايح الفلفل، وما تعملوش زي توته كده تحطوا البذر، يعني حاولوا انك تغسلوه بعد ما تقطعوه. هيحصل ايه يعني لو حطيناه بالبذر؟ يعني يبقى شكله لطيف يعني، فاهم؟ خد التشويحه، هبتدي احط مكعبات الطماطم. في المرحله دي هحط بقى ايه معلقه من التتبيله اللي احنا عملناها. بقيه التتبيل كله اللي احنا تبلنا بيه الجمبري. ممكن نقلب بدي كده. بقى الريحه ابتدت تظهر، الثوم كمان ابتدى ريحته تطلع. هحط بقى ايه الجمبري. بما ان احمد فاضي فبيرص الجمبري. يعني ادوا كده ايحاء لنفسكم ان انتوا بتعملوا ايه عظمه.
والنور قطع. انا بقى ايه هبتدي ارص بقى على ايه، على الجنب التاني. هنقلب الجمبري على الجنب التاني. طبعا مفيش نور، مش هينفع نسيب الجمبري. الحمد لله رب النور جه. حطيته بعد ما قلبته على الوش التاني، واول ما قلبته اصلا النور جه. هبتدي بقى ايه من كده اسقسق كده على الوش، ادهن بقى كده من الميه بتاعته على الوش، وادخله فين؟ ادخله في الشوايه من تحت. اللي خرج من الفرن ريحه بقى، ولا تقولوا لي بقى طاجن المطاعم، هو طاجن البيت ومفيش منه. رش بقى شويه كزبره عليه من فوق كده. رش يا معلم. بس كفايه. فيا رب الوصفه تعجبكم، نستناكم في فيديو جديد ان شاء الله، ونقول لكم باي باي. مع السلامه.